تمشي انها مجامله. السبوبه دي تمشي بقى يا ابراهيم، تمشي من ورا يعني. للاسف احنا قدامنا طبعا مشاهد مشروع زينهم النهارده كان مشهد رهيب، ولما تشوف صور كمان الشباب اللي استشهد وقتل، شاب صغير في السن، يعني في يعني اجمل واخد الجنان بجد بهجه في الحياه كلها، وفجاه يرجع لامه او لابوه جثه هامده بلا ثمن، خلاص كده يا شيء استاذ ابراهيم، رهيب. ملفوف في العالم اللي كان رايح به، اخد علم مصر ورايح رجع ملفوف بالعلم. صحيح صحيح. انا بس عايز اتكلم بس في الموضوع اللي بتاع هيكملوا استاذ اسامه، بس هي المشاهد اصلها من الصعوبه بمكان ان احنا نتجاوزها دون ان نتوقف عندها، ونأكد يعني ان هذه المشرحه تحديدا سوف تتلقى جثامين اخرى في ايام قريبه قادمه، لعلها اليوم كمان. طول ما الحل السياسي غائب، طول ما في مجلس عسكري يغفل عن مهامه في يعني احقاق الحق، ويبدو انه في اصرار منه على الاداره الفاشله للدوله، طول ما في مجلس وزراء شاف انه كل الحل اللي عامله انه شال مدير الامن اللي هو جايبه، وجاب مدير امن هو اللي جايبه برضه، ومشى اقل محافظ او قبل استقاله محافظ اللي هو جايبه المجلس العسكري، وهيجي محافظ تاني جايبه المجلس العسكري، يعني المعون واحد يعني، وهيبقى السيد اللواء السابق او السيد المستشار السابق او السيد الجنرال السابق العسكري، وهكذا يعني. الكتب بتاعتنا في بورسعيد لواء، لازم لواء داخليه ولا لواء جيش؟ لا لواء جيش. لواء جيش. طيب هنشوف حد من المتقاعدين دول يتم مكافئتهم يعني. ودي جثامين الضحايا. خلينا نرجع للاستاذ اسامه ويتكلم عن الجذور الوسط الرياضي اللي خلقت لينا مأساة ومشكله كما نراها الان، رغم انه ممكن اتحاد الكوره يا استاذ اسامه يقول لك انه طب انا ايه ذنبي في ماتش بورسعيد؟ وهكذا قال النهارده سمير زاهر في مواجهه خبر اقالته او قرار اقالته على الهواء مباشره اللي قاله الدكتور كمال. لا ده هو ذنبه اساسا، ده هو ذنبه اساسا، لان انت في النهايه خلقت المناخ الذي يصنع هذا الشيء. الاستاذ زمان هنا يا جماعه خلقت المناخ الذي يصنع. فانا بقول لك مجموعه، عندما اول حاجه انت تقريبا لغيت لوائح اتحاد الكره وابتديت تديرها وفقا للي بيقول لك عليه الامن، فبقتش كره القدم، فاصبحت انتقلت لوزاره الداخليه. انت بترجع فريق الاتحاد السكندري، فبتفقد الناس، بتفقد الجماهير. الجماهير بتشعر عندما تضغط تستطيع ان تصل لقرار، فيبتدي يتنامى هذا الشعور بالتمرد داخل بعض الجماهير، فيزيد علشان يزود حجم الغضب لديها وحجم التجرؤ عليها، فيبتدي ياخد القرار بتاع الاتحاد، ثم من اجل الامن فيروح زايل كل العقوبات اللي موجوده في لجنه المسابقات تجاه اي واحد مشاغب. احنا بنقول دوله قانون. انا كاتحاد وبقى انا مؤسسه محترمه يجب ان اضع لوائحي لو انا محترم اساسا، وثم يتم تطبيقه ويلتزم بالاخرين. ولكن الداخليه بتتدخل فبتقول لك لا شيل لي، ما يلعبوش من غير جمهور وما يعملوش ما اعرفش ايه واجل لي ايه، فانت بتروح مغير لائحتك وفقا لما يريده. فاللي هو بيفككها وبيدي ادوار لبعض الجماهير علشان هي اللي تبقى الضاغطه، فبقى كل شويه يضغط فياخد مكسب، وهو كان سعيد بده. في الوقت نفسه انت تجمع من، عندما بدا السيد وزير الداخليه كي يجمع فرق الالتراس علشان يتحاور معها شيوخ قاعدين مع شباب، في السيد وزير الداخليه يجيب الكابتن حسن حمدي والكابتن سمير زاهر ورؤساء الانديه اللي كلهم ما بينهم وما بين الجماهير جاب كبير جدا، واللي هم اساسا رافضين فكره الاعتراف بالثوره، فكره الاعتراف ان ربما يكون للشعب وربما يكون للناس الحق ان تعبر عن نفسها، ويجب ان يكون هناك حوار ما بينها، ثم بتطلب منهم ان يفتحوا حوار مع جماهير الالتراس. فطبعا خرج الى حوار اصم، مفيش حوار ما بينهم، ما قدروش، فشلوا طبعا.